السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بالخير يا شباب. بداية الحلقة أنا مبسوط لكذا سبب. يعني خلينا متفقين إن من أهم الأسباب دي إن ميدو مشي. حد سأل نفسه هو ميدو مشي ليه؟ حد سأل نفسه مثلا اللي ليه أفرح على حاجة زي دي؟ أولا ميدو هجاص، مش بتاع شو في الاخر، فهو بتاع شو ان هو انا. طب ما حد سأل نفسه هو ليه ميدو في ماتش بتاع نهائي كاس مصر قدام بيراميدز ليه ما كانش واقف مثلا جنب دكة الزمالك واضحك وافرح والكلام؟ ليه ما كان واقف ناحية جمهور الزمالك عشان يتشاف وتصور والكلام ده كله؟ يعني مثلا انت لو خد بالك ان حازم امام اصلا كان باين خلاص هو بيعمل الشور بتاعه اللي هو واقف خلاص يا جماعه مع القناه اللي شغال فيها، خلاص يعني واقف معاه بس بعمل تأشيرة. انما انا كميدو رحت واقف عند الجمهور بتاعي وماسك الرايه ناحيه الجمهور وعمال اهيص وانفعل الكلام ده كله ولا اي كلام يا جماعه. ميدو لما بيتسأل مثلا قبل كان يمسك كادر اداري الزمالك كان بيتسأل كان بيطيح في الزمالك وجمهوره وادارته وكله. انا فاكر كان مثلا كان بيعمل ايه، كان بيطلع مثلا حلقه كده، كان طالع مع شباب حلقه قال لك انا كنت بشوف لما كنت في الزمان كان الناس كلها كانت بتخدمني، لما انا بقيت مدير فني لمصر المقاصه الحكام بقت بتيجي عليا، لما انا كنت لاعب حكام كانت بتبوس ايدها عشان ارد عليها، كان بيصيح. لما مسك كادر اداري في الزمالك قال لك بس اللعيبه وكله والكلام ده كله محدش بيخدم الزمالك، محدش يقدر يخدم الزمالك، الناس كلها ضد الزمالك. يا جماعه مين المنافق؟ مين بتاع شو؟ فين الجمهور يحب يسمع اديله عشان اوصل لحاجه؟ ميدو ما بلوش بصراحه تاني من الزمالك ومش بحب الشغل من الزمالك، لان شخصيه منافقه، والشخصيه المنافقه ما تفيدكش، الشخصيه المنافقه بالعكس تضرك لانها هتوديك لطريق ما يتحبش ومش حلو. خلينا كمان نقول ان جون ادوارد هو اللي مشى ميدو عشان حوار شيكابالا لما كان خلاص بيعتزل وخلاص كان بيجهز البوست. ميدو قعد معاه واقنعه وخد معاه عبد الله السعيد وخد معاه احمد حمدي عشان يقنعوه ان هم ما يمشيش من الزمالك الموسم ده ويكمل عادي. فان الراجل وافق وخلاص والدنيا تمام، لكن ادوارد ما كانش عاجبه خالص الكلام ده، واحنا اتفق مع ميدو خلاص يا باشا سيبنا اشتغل يا اما تمشي. وحصل فعلا ان ميدو خلاص مشي، الناس كلها في الزمالك مشيت. فالان ده على شيء يدل ان الراجل خلاص جاي يعمل شغل جديد، حاجه بقى جديده خلاص على عصر الزمالك القديم ده. المهم جون ادوارد اتفق مع لاعب في النادي الاهلي. مين هو اللاعب اللي في النادي الاهلي اللي اتفق معاه؟ جون ادوارد اتفق مع مروان عطيه تاني، اتفق مع مروان عطيه وخصوصا اللاعب عقده بينتهي 2026. اتفق معاه ان شهر يناير ما يعديش الا الراجل ده ماضي بالزمالك. طب تعال نسمع بقى اللي بيحصل. النادي الاهلي فيه ثوره هناك بسبب عقد زيزو وتريزيجيه، تمام؟ ان الاثنين دول جايين، محمد علي بن رمضان، الثلاثه دول جايين بعقوده مميزه، فيها اولى مميزه. طبعا الكلام ده مش هغاوى لان كلها مروان عطيه ولا الناس دي كلها، حتى امام طلب ان هو يترفع حتى الفئه دي واداره الاهلي مش موافقه. طبعا ليه؟ عشان هم جايبين 3 لعيبه بالعدد يبقوا فيها مميزه، زيزو بن رمضان تريزيجيه. فالكلام ده مش على الهوا اللي موجود هناك. فمروان عطيه اتفق مع ادوارد ان هو هيجي بعد الفتره بتاعته في النادي الاهلي ما تخلص الفتره دي. الكلام طبعا على هوا اللي موجودين في نادي الزمالك اللي هم عايزين باي طريقه ياخدوا لاعب من النادي الاهلي. وقلنا وسام كان جاي بس اختلاف طبعا في الفلوس الماديه، هو طبعا مش في السكه يعني نادي الزمالك طبعا الفلوس كلها بتقل كل فتره وفتره. فتفتكر ان مروان عطيه هيجي الزمالك؟ طبعا هو رافض ان هو يجدد عقده، هو الراجل ده عايز يجدد عقده ويخليه فعالي. ما تجددليش بالرقم ده، انا بقيت ماسك الفريق عندك خلاص جدد لي فعالي، خصوصا انت جبت يانج فعليني. تفتكر الراجل ده هيفيد نادي الزمالك فعلا ولا هيبقى موجود اسما ورد قلم وخلاص؟ اشوفك